عسلامة الناس الكل. احنا توا في بيرات الحصون. قررنا وقدرنا بعد كم الهرسله والضغط والمضايقات اللي تعرضنا له في المكان اللي كنا فيه على بعد امتار من بوابه سرت ان نتنقلوا يعني للمكان هذا اللي لانه فيه معناها اتصال. انقطعنا عن العالم الخارجي وتعرضنا يعني الى حاجه لم نشهدها من قبل. اول حاجه حجزونا في مكان، قسموا لنا القافله. معناها قعدنا نحاولوا نفهموا، لانه الناس اللي تخرج من القافله باش تتنقل باش تتصل بعائلاتها ولا باش تجيب ماء ولا دواء ولا غيره ما ترجعش. فهمنا بالوقت انه قسموا القافله، مجموعه كبيره يعني غادرت ولم تعد. وبعد في مرحله ثانيه بداوا يقطعوا علينا في الطعام، يعني حتى اللي نحن كالمشاركين في يجيبوا طعام بداوا يطيشوا في الطعام. وبعد ولاو كما قلت لكم يقطعوا يعني في الرجوع نتاع الناس للقافله. قعدنا بلاش طعام تقريبا انتهى. الماء يعني كان ما تنقلناش، كان باش يوفى. ولذلك قدرنا وكيف زاد تعرضنا لبرشا حوادث نتاع تحرش، برشا حوادث نتاع اختراق. كانوا مجموعات يعني مجهوله الهويه، وفهمنا بعد اللي هم امنيين يعني متخفين يدوروا في وسطنا، يبثوا في البلبله والرعب، يحاولوا يهرسلوا كل المشاركين. وصلوا حتى دخلوا على عائلات في خيامهم، حلوا عليهم في الليل في عقاب الليل لمده يعني ما رقدناش لمده 36 ساعه تقريبا كمنظمين، وحتى المشاركين زاد ما رقدوش. فهمنا كي قدرنا وعرفنا غادي اللي فما مفقودين، فما جوازات سفر الساعه مفقوده، فما هواتف معناها تهزت، فما برشا هرسله. وبعد اكتشفنا انه عندنا عده مفقودين. عملنا تحرك من اجل ارجاع المفقودين، لكن ما كانش عندنا عدد نهائي ولا اسامي نتاع مفقودين. فقررنا ان كما قلت لكم نجيو المكان في اتصالات باش نحصروا عدد المفقودين. عندنا قائمه اوليه في عدد المفقودين، لكن مازلنا نحاولوا نحصروا في الاسماء نتاع المفقودين بالضبط. عندنا سمعنا كان توا كي وصلنا للمكان هذا سمعنا انه من المشاركين فما توانسه: علاء بن عماره، بلال ورتان، بلال ورتان الجزيري، زيزو زيدان، ويوسف بن يونس. ونعرفوا اللي زاد فما 13 من الوفد الليبي المشارك معناها موقوفين او مفقودين سلفا، والعدد في تزايد. كل لحظه نزيدوها نعرفوا انه العدد متزايد. شكرا. الحقيقه معناتها حبينا نكونوا نطمنوا عائلاتنا ونطمنوا الناس في تونس. ما هوش وقت تطمين الحقيقه، اللي تعرضنا له ما نجموش نطمنوا، ما نجموش نقولوا للناس رانا لاباس. نحن ماناش لاباس، نحن تعرضنا لشتى انواع التنكيل، نحن تجوعنا ونحن تهددنا في كل الاوقات. معناتها راهو الليله اللي صارت علينا البارح ليله غير عاديه. انا نحب نحكي حاجه واحده، معناتها فما امراه هي وراجلها وعندها بنتها صغيره بيبي، بنتها عمرها 8 اشهر، يحل عليها امني، يقول اللي هو امني بطبيعه الحال، يحل عليها الخيمه نتاعها معناتها